الحل النهائي لالتهابات الحفاض عند الأطفال. السلام عليكم. ازاي احمي طفلي من التهابات الحفاض وازاي اتخلص منها بسرعة وما تطولش عنده فترات طويلة. معظم الامهات بتشتكي من التهابات الحفاض عند الاطفال، بتبتدي من بعد الولادة وبتستمر فترات طويلة. الام بتجيب انواع كتيرة من الحفاضات بتستخدمها، بتستخدم كريمات كتير ومع ذلك الالتهابات مستمرة وما بتتقطعش. اقول لحضرتك الحل فيه تهوية الجلد، ان انا اخلي الجلد يتنفس. بعد الغيار بتاع الحفاض لازم ان انا اسيب الجلد يتنفس شويه بعد ما اجفف الطفل. وبرده في نقطه مهمه في التجفيف، انا ما ينفعش اجفف بالكحت اللي هو امسح الجلد كده، انا بجفف بالطبطبه اللي هو يا دوب بس بخلي القماش اللي انا بستخدمه يمص الميه من على جسم الطفل. ولازم اسيب الطفل جسمه يتهوى دقائق قليله. يعني لو انا في الصيف ممكن اسيبه فترات اطول، لكن في الشتاء ممكن اسيبه فترات قليله بس انا ابقى مغطيه الطفل. مهما كان نوع الحفاض اللي انا بستخدمه بالطريقه دي مش هيعمل مشكله. وبرده مهما كان نوع الكريم اللي انا بحطه للطفل بعد الغيار للحفاض برده هيبقى فعال وكويس وامن. المهم ان انا استخدم الكريمات العاديه اللي هي عباره عن مستخلصات من الزنك بكل صورها اللي موجوده في الماركت. هستخدم نوع والطف جسم الطفل، وبرده لازم اسيب الطفل يتهوى بعد ما احط الكريم، ياخد الكريم ده يمتصه. بلاش احط الحفاض مباشره واكتم الجلد. كلمه السر ان انا اسيب الجلد يتنفس. لو عملت كده اضمن لحضرتك ان البيبي مش هيحس ان شاء الله بمشاكل خالص في غيار الحفاض. كمان الحمد لله مش هيبقى فيه التهابات في الحفاض. لو بعد ده كله بقى فيه التهابات، بتبقى التهابات لها علاقه بقى بامراض او لها علاقه بالتهابات جلديه. بقى ممكن يبقى بسبب تحسس من اللبن، بعض الاحوال ممكن تحسس جلدي، ممكن اكزيما، ممكن ارتكاريا، او اسباب تانية لها علاقه بحاجات تانية خاصه بتغذيه الطفل. نروح للطبيب وهو يقرر ويشوف. لكن في العادي انا اعمل التهويه بتاعه الطفل، التجفيف بالطبطبه. هستخدم نوع الحفاض اللي بستخدمه يبقى نوع مناسب للطفل، ما يبقاش كبير او صغير، لازم يكون فت مناسب للطفل. كمان النوع الكريم اللي انا بستخدمه ايا كان نوع الكريم يكون كريمات ملطفه طبيعيه، مفيش فيها مواد او اضافات كيميائيه ممكن تاثر على جلد الطفل. شكرا.